السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ كلشي بخير، نتمنى تكونوا بصحه جيده. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا فين وصلت الحاله ديال الحاله المزريه اللي ولينا تنعيشوها في ولاد زيان في الدار البيضاء مع الافارقه، اللي وصلوا لواحد الدرجه ديال الوقاحه وديال لا اله الا الله وما شاء الله وصف، لدرجه انهم انتم شفتوا دابا كيفاش الشرطه والمخزن ديال البلاد تيحاولوا انهم ي- يبعدوهم من الشانطي، ويبعدوهم من لونطوراج ديال المحطه، حيث انهم تيضايقوا المواطنين وتيمارسوا جميع انواع الخبث تما تيمارسوه. ولكن اللي ما تفهمش ليا هو هاد الاستبداد ديالهم، هاد الوقاحه ديالهم وصلت بهم لدرجات انهم تيضربوا المخزن بالحجر. واش دابا هاد الشيء غنسكتو عليه حنا ولا الحكومه ديالنا غتسكت عليه؟ ما فهمتش. هما لحد الان دابا راه السلطات المغربيه راه تتعامل مع هاد المهاجرين الافارقه بطريقه سلميه، انهم تيبعدوهم من المواطنين وتيبعدوهم من المحيط ديال المحطه غير بالتي هي احسن. ولكن دابا المشكل المطروح هو انهم الى استغلوا هذا الشيء لصالحهم، يعني الافارقه الى استغلوا هذا الشيء لصالحهم. دابا السلطات المغربيه بحكم العلاقات ديال المغرب مع الدول الافريقيه هي راه ما يمكنش تستخدم العنف، راه بامكانهم يستخدموا العنف والاعتقالات والضرب وبزاف الحوايج، ولكن لا، كما معروف في المغرب حنا راه ديما تنتعاملوا مع الاجانب عموما بالتي هي احسن، باش ما نضروش بينا حنا وما نضروش بالاخر. ولكن دابا هنا راه انا تيبان ليا لا حول ولا قوه الا بالله، انهم تيضربوا بالحجار تيشيروا به. ما قالوا راه كاينين مواطنين مساك، دراري صغار، رجال كبار، عيالات كبار، تيضربوا بالحجر، راه حجر قدو قد الخلا وما شاء الله وصافي. نخليكم تشوفوا هاد المشاهد ونعاودوا نرجع عندكم ان شاء الله. المهم الاخوان، من بعد ما وريناكم هاد المقتطفات غنحاولوا ديما ان شاء الله نكونوا على نعلمكم كل جديد وهو تتعلق بالمغرب ديالنا الحبيب. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعمونا باش نستمروا، باش حتى حنا نحاولوا ندافعوا على البلاد ديالنا، واخا غير بالهضره، واخا غير بالكلام، نحاولوا نوصلوا واحد الفكره ونوصلوا واحد الصوره اللي هي مزيانه للاخرين. نتمنى لكم نهار سعيد، الله يعاونكم، ما تنساوش اللايك والبارطاج، الله يعاونكم.